طلبة ثانوية عامة 2025. بص يا معلم، أنا كمؤمن ثانوية عامة بذاكر يومي. مش هقول لك تعمل خطتي، بس هقول لك اقتراح أنا بعمله. بص يا معلم، أنا بصحى من النوم على الساعة 4:30 كده، 5 إلا تلت، بقوم أصلي لي ركعتين وبعد كده أختم بالوتر. الفجر بيقدم بروح أصلي الفجر وأرجع من الفجر أقرأ أذكار الصباح وأقرأ الورد اليومي بتاعي وأذاكر. طيب بعد ما أخلص مذاكرة بعمل بقى أذاكر إزاي؟ أذاكر. هقول لك ليه بحكي لك ده كله. يوم مواد أدبية، يوم مثلا مواد علمية. مثلا يا عم بلاش دي، كل مد يومين، كل مادة يومين، كل يومين، كل يوم مادتين أو كل يوم مادة. أو يوم أذاكر فيه مواد لغات، يوم أذاكر فيه مواد فلسفية، يوم أذاكر فيه مواد علمية، يوم أذاكر فيه دي ودي ودي. يجي الظهر أنام لي شوية كده من الساعة 12 لحد الساعة 1 كده، أصحى على الظهر أصلي الظهر وأرجع أقعد أحفظ اللي ناقصني. اخلي حفظ كلمات، يوم انجليزي، يوم فرنساوي او الماني او ايطالي او اسباني على حسب اللغه اللي انت بتدرسها. يجي العصر جدا، العصر جدا ارجع من العصر اراجع على الكلمات، احل دروس واروح دروسي. لو عندي درس من الفجر لحد الظهر دي فهم، مواد تذاكرها مش تحفظها فهم. فلو عندك درس في الفتره دي، الوقت اللي كنت بتذاكره في ماده عوضه. على سبيل المثال انا بذاكر من الفجر للظهر، فبذاكر العربي، فجت عندي الساعة 11 حصة عربي اذاكر، او جت حصة جغرافيا وانا كنت مذاكر عربي. فمن بعد العصر لو ما عنديش درس اذاكر الماده اللي كانت عندي درس. يجي بقى لحد المغرب مثلا، بعد المغرب اذاكر الماده اللي انا ما حضرتهاش او احضر حصه معاك لحد العشاء. ما تنامش، اهم حاجه ما تنامش الا لما تكون مخلص يومك اللي كنت مرتبه. يومك رتبه قبل ما تنام. انا هنام باذن الله، وبكره باذن الله هصحى الساعه كذا، هعمل كذا كذا كذا، او هذاكر على الاقل كذا كذا كذا، ويعين الله سبحانه وتعالى. ذاكرت، حل اسئله كتير. لو عندكش حفظ كلمات، لا انجليزي ولا فرنساوي ولا اي ماده، اقعد من الظهر للعصر حل على اللي ذاكرته. خد بريك وانت بتذاكر نص ساعه كده، اقعد 5 دقايق، اقعد صلي على النبي فيهم، اقعد سبح الله فيهم، قوم اعمل لك كوبايه شاي وارجع كمل تاني. ليه بقى قلت لك انا بصلي والكلام ده كله؟ ما انا كان ممكن اقول لك من الفجر للظهر. اهم عنصر يا حبايبي في النجاح علاقتك بالله سبحانه وتعالى، اهم حاجه، ثم الوالدين. يعني دعوات امك وابوك بتدخلك الجنة، فما هتدخلكش طب. فأنا عشان كده بقول لك بصلي وده وبصلي ده. أنا ممكن أقول لك وخلاص، لأ، أهم حاجة في النجاح التوكل على الله، الأخذ بالأسباب، مذاكرة، علاقتي بأهلي، وقبلهم في الأول خالص علاقتي بربنا سبحانه وتعالى.